السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة دايرين منكم حملة إعلامية تصل كل العالم، تصل كل العالم عشان العالم كله يعرف أنه الجنجويد ده ديدنهم وده نظامه مع المواطن السوداني. دايرين حملة عالمية يا أخوان، حملة عالمية لازم تنشروا كل المقاطع بتاعة الانتهاكات والقتل التمت لإخواننا المواطنين في الفاشر هناك، عشان كل العالم يعرف الجرائم النكراء التي لا مثيل لها في التاريخ أبدا، يعرف جرائم هؤلاء الجنجويد. وعلى رأسهم سفاح الفاشر، سفاح الفاشر أبو لؤلؤ. يا اخوانا ابو لؤلؤ ده عنده، انتوا عارفينه، عنده كميه كبيره جدا من المقاطع بتاعت قتل مباشر بدم بارد لا تحصى ولا تعد. والان عدد القتلى قد وصل 2000 في الفاشر، وهم مواطنين. ما ذنب مواطن الفاشر في هذه الحرب؟ مواطن الفاشر ماذا فعل يا ايها الجنجويد حتى يقتل بهذه الصورة البشعة التي لا مثيل لها أبدا؟ التاريخ يسطر هذا القتل وهذه المشاهد، التاريخ يسطرها، وللأسف الجنجويد يوثقون جرائمهم بأنفسهم. اخوانا لازم نضع الفاشر نصب أعيننا، همنا يكون الفاشر في كل وقت وفي كل حين. لازم يكون همك الفاشر انت لو سوداني، أو أنت لو غير سوداني ومتضامن مع القضية السودانية ومتضامن مع الحق السوداني. جزاهم الله خير كثير من إخواننا في بعض الدول العربية، على سبيل المثال الجزائر، اليمن، السعودية، بعضهم جزاهم الله خيرا وقفوا مع القضية السودانية، وكثير من الدول وقفت مع القضية السودانية. وأنا متأكد في مواطنين داخل الدول التي وقفت مع الدعم السريع همهم القضية السودانية، لكن ما بيقدروا يتكلموا، ما يقدروا يظهروا في الوسائط، لأنه ده بشكل خطر كبير جدا جدا. من هنا نحن من السودان نحن نديهم التحية، لكن عليكم بالدعاء. انت قاعد، انت غير سوداني متضامن مع القضية السودانية، واقف مع القوات المسلحة، واقف مع المواطن السوداني، وما قادر تتكلم في دولتك، خايف من الخطر عليك. أدعو الله عز وجل في سرك، أدعو الله في السجود أن ربنا ينصر إخواننا في القوات المسلحة في السودان. ما تنسونا من الدعوات. أنا متأكد في ناس واقفين مع القضية السودانية أحرار، لكن ما بيقدروا يتكلموا في كثير من الدول مخافة من أن يحصل لهم ما حصل لكثير من الناشطين. لا تنسوا أخواننا في الفاشر هناك من الدعاء. والحمد لله في بشائر طيبة جدا. السخوي من امبارح الساعة 7 صباحا مدور هناك في الفاشر، مدور في الفاشر. الله أكبر الله أكبر. وما النصر إلا صبر ساعة. والحرب سجال، الحرب كر وفر، تارة لهم وتارة عليهم. لكن العبرة كما قال سعادة نبيل الناطق الرسمي السابق باسم القوات المسلحة، العبرة بالخواتيم. وفي النهاية سوف ترون كيف قد عملنا على إزالة واستئصال هؤلاء الجنجويد من السودان. لا بد من أن تقف مع جيشك، لا بد أن تناصر جيشك، لا بد أن تدعو لجيشك، أن تدعم جيشك بكل ما أوتيت من أنواع الدعم. الجيش نحن معاه لحد آخر لحظة. الجيش انسحب نحن معاه، الجيش مات نحن معاه، الجيش عمل اتفاق نحن معاه، الجيش عمل أي حاجة نحن بإذن الله سبحانه وتعالى معاه، لأنه الأمان في الجيش. ونحن مواطنين عشنا مع الدعم السريع وعشنا مع الجيش. مع الدعم السريع الواحد كان خايف يطلع من بيته تجيه طلقة توديه الآخرة، لكن سرعان ما انقلب الحال وجاء الأمن مع دخول القوات المسلحة. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حينما رجعنا إلى حضن الوطن واحتوتنا القوات المسلحة شعرنا بالأمان بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لما كانوا معانا الجنجويد والله على خوف كل لحظة وكل حين. فنسأل الله وهو خير مسؤول أن ينصر إخواننا في القوات المسلحة في كل مكان، وأن يعينهم على عدوهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.